الموقف اللي هحكيه ده حصل يعني هو بنية الهزار. تمام. رحت دخلت محل اكسسوارات كده وهدايا عشان اختار هدية لحد كده هجيبها له. فالمهم بعد ما اخترت كام حاجة واتفقت ان انا هستلمهم بعد يومين، فانا جيت سألت اللي كان قاعد هناك، كان شاب كده بان عليه في جامعة لسه مخلص دراسته ونزل المحل يشتغل. فانا بسأله فبنية صافية، فبقول له وانا هسيب ديبوزيت وبعد كده هاجي واكمل بقى حسابي. وطبعا الديبوزيت ده اللي هو المفروض اللي هو العربون، بس طبعا الناس دلوقتي بقتش تقول عربون فبقت تقول ديبوزيت. فانا قلت زي كل الناس ما بتقول دلوقتي، قلت له هسيب لك ديبوزيت وهاجي بعد يومين ثلاثة هاجي استلم الحاجة واسيب لك بقية الحساب. لو اذا اتفاجئ الالاء اللي هناك ده بيقول لي ايه، بيقول لي لا يا فندم والله ما ينفعش حضرتك تسيب ديبوزيت، انت حضرتك تسيب عربون وبعد يومين بتيجي تاخد الحاجة. فانا بصيت له كده فبقول له لا حضرتك انا هسيب ديبوزيت لكن مش هسيب عربون. فانا بنية الهزار فلقيته بيرد عليا لا يا فندم صاحب المحل قال لي تسيب عربون لكن احنا ما بنتعاملش تعاملات بنكية. قلت له خلاص انت كلم صاحب المحل وشوف هيقول لك ايه. فطبعا صاحب المحل لما سمع الواد بيقول له هو مش عايز يسيب عربون عايز يسيب ديبوزيت، فلقيت لك صاحب المحل قاعد يضحك. فقال له يا حمار يا غبي يا متخلف، ما الديبوزيت هو العربون. لقيت الواد طبعا اتكسف ووشه حمر وبصلي. حسيته كده ان ههو شويه تاني ويقوم يقول لي طب ليه الاحراج ده يعني، بس انا والله ما قصدي، انا مش قصدي، انا بنية الهزار يعني مش قصدي ان انا اكسفك ولا اي حاجه.